اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب ما تسمعنا حاجه كده من هتاف الاهلي. اهلاوي انا والفخر ليا. يا عم مش مكسوف يا عم. اهلاوي انا والفخر ليا. انا مش عارف. خلاص بقى نقفل موضوع الاغنيه. انت شكلك مكسوف وانت بتغني. لا مش مكسوف خالص. مش مكسوف ان انت اهلاوي يعني؟ لا طبعا عمري ما اتكسف ان انا اهلاوي. محمود الخطيب هيفك كيس في انتقالات يناير ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله يبقى في انتقالات كويسه للنادي يعني ان شاء الله. نفسك تدعم بمين في انتقالات يناير الجاي؟ نفسي في خط الهجوم، ونفسي في الجناحات. مين يا سامي؟ يعني بغداد بنجاح ان شاء الله. ان شاء الله الصفقه بتاعته تخلص يعني. ومش عارف ايه الاسامي او ايه الناس المحطوطه في البلان بتاعهم يعني الفتره دي. مين هيفوز بكاس العالم للانديه؟ يعني هو الموضوع صعب شويه بس مش عارف مين الصراحه. بس في فرق كتير هتبقى مؤهله ان هي تفوز يعني الاهلي مش منه. يعني ان شاء الله نتمنى ان الاهلي يكون منها طبعا، او نعدي. يعني احنا مثلا معانا ميامي، انتر ميامي، ومعانا بورتو البرتغالي، ومعانا بالمرس البرازيلي. طبعا فرقه قويه وفرقه صعبه، بس ان شاء الله نعدي منها يعني. وان شاء الله نوصل لمرحله كويسه الاهلي هياخد 30 مليون يورو من الفيفا لكاس العالم للانديه. انت رئيس نادي دلوقتي، رئيس نادي الاهلي، تعمل ايه بيهم؟ انا حسيت انا غرغرك ونفسك تعمل حاجات كتير. لا طبعا اكيد. اول حاجه نفسك تعمل ايه؟ اكيد طبعا، هو نفسي اعمل بيها حاجات كتير طبعا. بس حاجات هو شخصيه ولا حاجات للنادي؟ لا حاجات للنادي. بس هو الموضوع مش مرتبط بكرة القدم بس. يعني هو الموضوع في النادي مرتبط بكل اللعب طبعا. 30 مليون يورو يعني انت لو خدت لا مليون واحد يورو. لا لو خدته ليا انا طبعا هعمل بيه كتير. بس هو طبعا النادي محتاج حاجات كتير طبعا. وهم اكيد المخططات بتاعتهم يعني اكيد هم دارسين الكلام ده كله. وان شاء الله يعني النادي يفضل زي ما احنا كده في تصاعد على طول، وتكون الدنيا كويسه ان شاء الله يعني. كهربا هيفضل ولا هيمشي؟ والله انا بحب كهربا قوي جدا، كهربا قوي يعني. بس هو مؤخرا كده يعني فانا يعني يعني لا مش قصه خناقه في ديسكو. لا مش قصه كده والله. يعني انا من الناس اللي بتدعم كهربا جدا. بس هو يعني انا شايف برضه ان المصلحه الاهم للنادي. قلت ايه في سرك لما ضيع ضربة جزاء باتشوكا؟ ما قلتش حاجه. قولها. لا بصراحه ما قلتش حاجه، بس انا اتضايقت جدا الصراحه يعني. قلتش حاجه كده ولا كده؟ لا ما قلتش اي حاجه. بس انا اتضايقت. بس انا وجهه نظري ان في غلطه في موضوع ضربات الجزاء. حتى في ماتش السوبر المصري كانت نفس الغلطه برضو في الناس اللي بتدخل تشوط. يعني الرابعه والخامسه نفس الغلطه برضو في السوبر المصري زي ما قلت لك. اللي شاط الرابعه والخامسه برضو كان ايمن اشرف. السوبر الافريقي قصدك؟ لا السوبر المصري مع الزمالك لما كسب الاهلي كان نفس الموضوع برضو. كان رضا سليم اللي شاط الخامسه، وكان اللي شاط الرابعه على ما اعتقد ايمن اشرف. نفس الفكره. عمرو السوليه برضو بيرستاو جون بعديه. نفس القصه برضو في الماتش بتاع الاخير ده اللي احنا لعبناه مع باتشوكا. كان نفس القصه برضو. كنت شايف ان عمرو السوليه وبيرستاو هم اللي يخشوا قبل كهربا وقبل خالد عبد الفتاح. كولر قدامك دلوقتي تقول له ايه؟ بص الكاميرا اهو. يعني اقول له التغييرات بس تبقى كويسه والتشكيل يبقى كويس، وهو راجل تمام يعني وماشي على صح الصح وماشي صح الصح. صح الصح وماشي صح الصح. شكرا.